السلام عليكم احبابي المتابعين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف. اليوم جيتكم بوصفه جزائريه 100%، وصفه بنينه بزاف، وهي الرشته الجزائريه بالدجاج. راح نستعمل معاكم رشته رقيقه. هذا الرشته، هذا النوعيه واسمها رشته تاع ام محمد. هياك شوفوا شحال صفرة وشابه. ها هي. دوكا نروحو للمقادير. نستعمل طماطم مسكرفجه، كنت طيبتها وسكرفجتها، بصل مقطع رقيق، اطراف الدجاج، حميصه، معجون فلفل احمر، قطع قرعه مقطع بهذا الشكل، جزر ايضا. نستعمل لي زيبيس، فلفله حمراء، قرفه. شوفوا يا البنات هذا البايض شحال شابين. كركم. بالنسبة لهذا البايض لقيتهم 5 ب30 ألف، ما يدوش بلاصة وهايلين. ملح، فلفل أسود، زنجبيل. نروح لطريقة التحضير. في قدر نضع الزيت، بالنسبة للزيت يتبان لكم شوية بزاف ولكن ماشي بزاف، دوك يتقلى فيها الدجاج طاح تنقص. ثم نضع أطراف الدجاج يتقلاو. هذا الشحمة تاع البقري جبتها من عند عمي البشري. ومن فضلكم يا خواتاتي شوية دعم، شوية بارطاج، اشتراك، تفعيل جرس. نقليوها ونحوها هاد الشحمة، ما نخلوهاش داخل المرقة، خاطر كي تبرد المرقة ومن بعد تولي شغل حبيبات. صافي نقليها برك للبنة ونحيها. نضيف البصل، نخليه حتى هو يتقلى. راني بلاقل معاكم، راني بديت نوالفكم. ثم نضيف الطماطم، الحميصة، معجون الفلفل الأحمر، ثم نضيف بقية لي زيبيس. والله يا خواتاتي تلمو نهضر بزاف، ولكن كي تجي نصور معاكم تلفلي الهضره، يخونوني الكلمات.
وكثروا لي المشاهدات، ان شاء الله توصل قناتي وتتفاعل، وراح نفيدكم بكل ما هو جديد. كاين بزاف وصفات. بالنسبه للخضر انا نحب نديرها في الاول هكذا غير تتقلى شويه، نحب نديرها مام هي تزيد تتقلى وتشرب كامل هذيك المرقه تاع الدجاج، ونحبها تكون طيبه طيبه لواحد الدرجه تاع تذوب، تشديها تذوب، ما نحبش نلقاها هكذاك. على هذيك نحب نديرها على خطره في الاول. دوكا ندوزو للرشته هذيك. نفتحها، نفتحها مليح. ها وليدي راه يشارك. يلا نفتحها كامل بهذه الطريقه حتى باش ما تعجنناش ومن بعد ما تخرجش معجنه. هنا نرجع للقدره نمرق شويه. نغطيها ونخليها تغلي. نرجع للرشته تاعنا ندهنوها بالزيت. كل واحد وطريقته كيفاش يطيب، كل واحد ولي زيبس اللي يستعملهم، يعني اذواق. انا نحب نسيي، نحب نكتشف، نحب نجرب لي زيبس جديده، نحب نكتشف اذواق جديده. لو كان مشي ولادي والله ما نخرج من الكوزينه، نموت على الطياب. سورتو كي نلقى كلشي واجد قدامي يجيني الالهام. هنايا نرشها شويه بالماء، ماشي بزاف، شويه برك. ثم نديرها تفور. التفويره الاولى هنا بعد ما فارت نحيها. يا البنات بالنسبه للتفويره الاولى ما تشمخوهاش بالماء، ماشي كيما الكسكس. رشتها التفويره الاولى تشمخوها بالمرق تاعها. بس هنا تكون سخونه، تكون تتشرب الله الله. مرة أخرى إن شاء الله راح نشارك معكم رشتة بالمرقة بيضاء. هكذا نخلطها كامل باش تتشرب وما تتعجنش. نخلطها كامل. نزيد لها شوية مرقة خصتها.
والواحد يميز كيشوف يميز كيفاش يخدم. ما خليها شويه، بقيت بلي المرقه ثاني مخصوصه بس لازم تتشمخ كامله على فكره. خليها شويه ثم نرجعها تفور للمره الثانيه. هي بدات تطلق فيها روحها. هنا بعد ما فارت المرة الثانية نحيها ونستعمل نفس الطريقة الأولى، يعني نزيد نتشمخها. وهي لهذيك المرقة كل ما تنقص كل ما تزيد تختار وكل ما تزيد تبنان. يعني طبق سهل جدا، فقط نتبعوا الخطوات، هذا ما كان. مرقتها كما يلزم ملحها. هاي بدات تطلق روحها، نرجعها تفور للمرة الثالثة والأخيرة. خلاص هنا المرقة الدجاج يكون طاب وخضرة هذيك تكون طابت والمرقة تكون اختارت، يعني تزيد غير شوية. هنا المرة الثالثة كنبل نمرقها. الله الله جبنينة وحميمرة، يعني التصوير ما يعطيهاش حقها.
ومن فضلكم كملوا مشاهدة الفيديو للآخر. والله غير نحبكم كامل، رانا خيات وخوان ربي سبحانه. هنا كملت مرقتها ونحيت هذاك الدجاج، وشهية طيبة. هذا هو الطبق اللي تحصلت عليه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ودكا نروحو للطمينة. نستعمل سميد متوسط. الطمينة نستعملوها بزوج طرق. بالنسبة للطمينة باللون الأحمر أنا حمصتها مباشرة. أنا وضعت معكم الطريقة. أما الطمينة اللي درتها باللون الأصفر تتفور قبل ثم تتحمص شوية برك، ماشي حاجة، يعني كل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحبها تكون حمراء، كاين اللي يحبها تكون صفراء، وكاين اللي يخليها هكذاك بيضة. اللي عجبتكم كلوها. خلاص انا هنا طفيت عليها. هيا اللي تحصلت عليها. هذه بالنسبة للحمراء. معي كنت مزروبة البيضة ما صورتهاش. ثم نجو نذوبوا المارغرين او الزبدة. لما تذوب نضيفوا لها العسل، عسيلة. انا استعملت هذه العسيلة. نخلطهم. يعني سهلة التحضير، ماشي حاجة صعيبة، هذه سهلة وبنينة ونموت عليها. مرة على مرة تنفحلي نديرها. ثم نضيف السميد هذاك، ومليحة مليحة خاصة المرضيعات دير لها الحليب، يعني توالمها. أنا ننصح كل المرضيعات باش يكثروا من الطمينة دير الحليب بقوة. هي اللي تحصلت عليها يا حباباتي. زوج أنواع. ودوكا نروحو للحناني. خلطت الحنة الله الله. حنيت لهم الوليدات يموتوا على الحنة. بالنسبة لبنتي دارت الحنة صباح في المدرسة القرآنية، يعني داروا لهم حفلة وحناو لهم. أنا الحنة هنا نخلطها بالما زهر.
والزوج ديالي ربي يحفظو ليه، شعل لهم الشمع، كشفوا وليداتو فرحانين، شعل لهم الشمع، شعل لهم النوالات. بديت ببنتي هي الاولى. وسمحوا لي يا جماعه على الصوت ديالي، خاطرش راني بلا غريب، حساسيه مع تغير الاحوال الجويه. وزدت وليدي الصغيور. وزدت لنفسي بيان سور، يقول لك المؤمن يسبق في نفسه، ولكن انا في طفولاتي نفسي نورمال، نفضل ولادي على نفسي، حاجه باينه. ربي يحفظهم لي ويحفظ لي متابعيني الاعزاء. لا ربيت عليكم الكبده، ما لقيتو ما نعرفكمش، بصح نحبكم في الله. دعموني خواتاتي، وان شاء الله نلحقوا مع بعض. هنا راني نلعب، في بعض الأحيان الإنسان يرجع صغير، يرجع شوية للوراء، لأنه داخل كل إنسان مهما كبر يوجد طفل صغير، مهما زاد في العمر راح يبقى صغير صغير. شوفوا ما شاء الله حميمرة